السلام عليكم، سيرشنافيستا محمد العمور في مقطع جديد. بما انه اليوم مقطعنا بيتكلم عن السرعة، فخلينا ندخل على التفاصيل بسرعة ومن دون اي مماطلة. راح اعمل ردة فعلي على اسرع 10 لاعبين موجودين حاليا في ساحة كرة القدم. لا تنسى تدعمني باللايك، كومنت جميل مثل وجهك الحلو، ويلا بينا ليتس جو. اورايت، اسرع 10 لاعبين في العالم حاليا. متحمس كثير اشوف الترتيب. هذا المقطع تقريبا بعمله كل سنة لازم ينزل مقطع مثل هذا النوع، ومتحمس اشوف الترتيب. خلينا نشوف الترتيب اتغير، فرق عن السنة الماضية ولا لا. اورايت، رقم 10 راح يكون معنا رافائيل لياو رقم 10. والله سريع لياو، بتصور 8 7 6 ممكن، لكن رقم 10 اتوقع شوي مظلوم. والله لما يفك سبرنت بفك. بعدين اللي بيميز لياو بدنية قوية وسرعة، يعني بيركض حرفيا مثل القطار. واو، سريع البرتغالي. كيف رقم 10 يا رجل؟ اوب ايوه، فرجيني السبرنتات هاي. الحلو فيه، شايف؟ بقول لك جسمانية قوية، بيدقم بلاعبين بهمهوش، بكمل. الولد جسديته جدا ممتازة يا اخي، بس ما بعرف ليش هو ما لعب في المباراتين اللي حضرتهم للوديات المنتخب البرتغالي. ليه ما كان موجود؟ ما اتوقع مصاب يا اخي. ليه هاللاعب متى حيكون اساسي في تشكيلة البرتغال؟ مش فاهم. شوف الجسدية يا ولد. واو ليام. اوكي، اعطيني اللي بعده. مين راح يكون؟ الرقم 9 كيلي ووكر. في كل مقطع يعني بجوز من اول فتحت القناة واعمل ردات فعل على السرعة، هذا الرجل موجود من اول مقطع لغاية اللحظة هاي، مع انه كبر في العمر. شوف السرعة، لكن بسم الله ما شاء الله محافظ على صحته الزلمة، وما زال سريع. اوكي، وانا شخصيا ما عمري حضرت مباراة كان فيها كيلي ووكر وشفت حدا بيعدي منه بسهولة. اوكي اكيد يعني بالنهاية حدا هيعدي، لكن حتتبهدل قبل ما تتبهدل. لعيبة مثل بمهارات وسرعة فيني ما قدروا يمرقوا من ووكر، مش طبيعي. سريع طيارة. شوف مودريك ترى سريع، واتوقع يكون موجود معنا بالتوب 5، بس مع ذلك ووكر موجود. خلينا نشوف هاي طيارة يا رجل، طيارة. بالسرعة لا تحاول تمرق من ووكر. ممكن يعني مهاريا، بس بالسرعة ينسى الموضوع. اورايت، خلينا نشوف فين راح يكون رقم 8. داروين نونيز. لا، ما بتفق. اوكي يعني ممكن نقول داروين نونيز رقم 10، بعديه لياو، بعديه ووكر، ممكن اتفق. بس داروين هو سريع، بس مش رقم 8، معلش. هو سريع يعني. انا برأيي لياو اسرع، ووكر اسرع، صلاح نفسه اسرع، فمستغرب شوي بصراحة. اقنعني اذا في اشي غير هيك، اقنعني فرجيني. اعطيني هيك سبرنت تثبت لي انك تستاهل هذا المركز. اوه، هون فرق. اوكي، هون فرق. انا بقول لك هو سريع، ما اختلفنا، هو سريع، بس ما بعرف لغاية اللحظة هاي. مش مقتنع. اللي سبقوه بصراحة شايفهم اسرع لغاية اللحظة هاي. اورايت، اعطيني اللي بعده. رقم 7 كريم اديمي. ما بعرف يا جماعة الخير بصراحة. الترتيب مش مقتنع فيه. انا بعرف انه اديمي سريع، بس ما برضو اللي اجوا اتوقع اسرع. يعني ممكن هو اسرع منه نيز، بس بتصور لياو وكيلي ووكر بظلهم اسرع. ما بقول لك انه، لا تفهمنيش غلط، ما بقول لك انه مش سريع. هو سريع هي قدامك سريع، بس مش اسرع من هذاك. اوكي، فرجيني هذا السبرنت. لعيب الولد، مهاري وسريع. اوه شوف، فك مع حكيمي سبرنت، بس حكيمي مش حاطه في عقله. حكيمي اكيد اسرع، يعني انا متاكد. ما بعرف. ما اقتنعت بصراحه. ما اقتنعت. ووكر ولياو اسرع بشوفهم. اوكي، اشرف حكيمي 6 بالراحه. ممكن يكون حتى كمان 5 يا رجل.
طيارة هذا المغربي، طيارة. يلا اذا فيك خير جيبني. شوف 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 السرعة، اذا فيك خير جيبني. حكيمي طيارة مفروغ منها. يعني شوف انت فاهم الفكرة بالاكسلريشن، بالتسارع. لما يوكل لما يركض بتحسه بيوكل الارض حرفيا. لما يركض بتحسه بيوكل الارض. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله. وهذا بيستاهل يكون التوب 5. اوكي، وبصراحة هو اسرع من كل اللي سبقوا، من كل اللي اجوا في المقطع هو اسرع 100%. اوكي اعطيني اللي بعده، مين راح يكون؟ متحمس اعرف مين. رقم 5 فان دي فينت. اوكي انا بعرف انه سريع بس ما علينا، اعطيه فرصة. اقنعني اقنعني. اوه والله جابه، جاب 37.38. اوكي هذا بجوز يقنعني بمركزه بصراحة، مع اني انا يعني مش متأكد، بس اتوقع انه اوكي. خلينا نشوف هاي مع اوسلي سريع ترى. اوه والله سريع يا اخوان. يعني شوف انا بحاول يعني اقيم في النظر، يعني بصراحة هذا اقنعني. اديمي نونيز ما اقنعنيش، هذا الرجل اقنعني بصراحة في مركزه. شوف شوف يا ولد طيارة. اوكي انا قد ايه سرعته في فيفا؟ نفسي اعرف، مش عارف قد ايه سرعته في فيفا. اوكي بس والله سريع. اوكي مودريك بصراحه توقعت يكون من التوب 3. طياره بكل ما تعني الكلمه من معنى هذا الاوكراني. سريع فيراري. شوف جابها يا والله. بس مشكلته عقد ما هو سريع ومرات يعني ممكن نقول مهاري، بس الفينش مصيبه. دائما عنده التايم فينش احمر. دائما التايم فينش عنده احمر. يا عفو الله شو بضيع انفرادات، شو بضيع. طلع والله يا الله. سريع يا جماعه الخير، وربي طياره. لا انا بشوف ممكن يكون اسرع من 4 بصراحه. ممكن يكون اسرع من 4، ممكن يكون بالتوب 2. ما بعرف مين الاسماء اللي جاي، بس طياره بصراحه. واو يا الاوكراني. اوكي اعطينا اللي بعده، خلينا نشوف. الفونسو ديفيز رقم 3. اذا بتتذكروا السنه الماضيه الفونسو ديفيز كان رقم 1، وفعليا كانت مستجليت له اسرع اكسلريشن في طول الموسم. يعني فك سبرنت بسرعه جنونيه، كان هو اسرع لاعب، يعتبر انه هو اسرع لاعب الموسم الماضي. شفنا اللقطه الماضيه كانت مع صلاح. الفونسو ديفيز طياره. شوف هذا راشفورد، يعتبر سريع راشفورد، بس على مين يا حبيبي؟ على مين؟ الكندي هذا المجنون. طيارة هذا الكندي. كيف لما يركض بتحس بالتسارع، بتحس انه قاعد بيسبق لعيبه. يصفي الموضوع تحدي، سباق سرعة. اوكي يلا فرجيني. فيك. اوكي ما بينت كثير بصراحة. سريع والله سريع. اوكي رقم 2 يا حبيبي يا ديابة تراوري. خلاص في كل مقطع توب 10 سرعة لازم يكون موجود، وفي احد السنين كان هو الاسرع. ما بعرف، بس اتوقع يعني مثلا لاعب مثل مودريك اسرع منه. اتوقع بالفترة هاي او بالموسم هذا. يعني بصراحة حاسس سرعته تراجعت شوي. هو طيار انا ما بقول لك لا، بس حاسس انه مودريك على سبيل المثال اسرع منه، بيستاهل المركز الثاني. طيب استنى، احنا وصلنا المركز 2، واتوقع انا عارف مين رقم 1، بس في لعيبه كثير ما يجوش لسه. عندنا مبابي، عندنا فيني، فريدريكو فالفيردي على فكره طياره، بس بحكم مركزه ما بيستخدم سرعته كثير. في اسماء كثير بصراحه
شكلها ما راح تكون موجودة، ما بعرف مين في المركز الأول، بس في أسماء انظلمت، في أسماء انظلمت بصراحة. خلينا نشوف. أنا ما بعرف هو المقطع أخذ على سرعة السبرنت الواحد في هذا الموسم. أوه كيليان امبابي. طب فيني يا رجل، فيني حرام ما يكون موجود والله. صلاح بس هذا بصراحة ما بتقدر تحكي لا انه يكون رقم واحد. يا اخي طيارة والله العظيم طيارة. ما بتقدر انك تحاول تفكر انه ما بيستاهل المركز الاول. سريع. شوف تفضل. وغير السرعة اللي بيميز مبابي توازن. يعني اوكي هو بفك سبرنت بس مع ذلك والله مسيطر على الكرة، بس الكرة ما بتهرب منه كثير. شوف بعد ما وصل لأقصى سرعته قدر يراوغ عادي. تفضل. حتى المدافع قال لك يا عمي انا مجنون اقعد اسابق في مبابي، انسى. خلاص راح انفراد، يعطيك العافية، ما حدا حيجي. طيارة الولد. واو. alright يا جماعتي، هيك نوصل لنهاية المقطع. اكتب لي تحت في الكومنت لعيبة سريعين بتشوفهم انظلموا وما انذكروا في مقطع اليوم. نراكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.